أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. عالسلامة ومرحبا بكم. اليوم بعد غياب طويل قررت اني ونرجع ان شاء الله عودة نهائية لكن بوصفة هبنينة ومتعبة بالنسبة لي، حبيبة الجماهير، حبيبة العائلة. به عنا هنا نشوف كنطلعوا لحم مفروم، عنا شوية كركم، تبلو كروية، ملح، بصل ظهر لي هذايا ولا بصل ربع يمكن نسيب هاك العويد معاش فرقت وليت مش كعب. هذايا شوية بطاطا هذي باش نقليها، ثم شكون يعمل بطاطا ثم شكون ما يعملوش. باهي عنا ربطة معدنوس، هي ربطة كانت أكبر نقص منها شوي، هذه الكمية هذه تكفيني معدنوس. الانغريديون الأساسي اللي نسمي عليه الأكلة هو الفلفل محشي، يطلع عزيزة. الفلفل هذايا فلفل صغرون، فلفل حلو صغيرون، عجبني الحجم نتاعو، قلت علاش ما نعملش بيه فلفل محشي. في الاول مرة راهو جا الفكر باش نملحو، جا المخ هكا قلت نملحو حلو باهي، لكن بعتلي بتأثير من الجمهور كما قلت لكم عاود علاش ما نعملوش محشي. ما نقدرش عليكم مدة ولا محل باش نختار منه كعبات، مش الكل كعبات باهيين وكعبات صغرونين، كان شوية صغرون شوية. عندي برشا معملتوش قلتلكم، فنجمع الكل فلفل محشي فلفل محشي بتصويت الجمهور باش نعمل فلفل محشي اليوم. مالا قلنا عنا الربيطة هذه معدنوس هذه مازال مقصتهاش، عنا البهارات هذوما تبلو كروية، كركم، ملح، هذه تقريبا نص معرفة هذه تبلو كروية. الملح انا بالنسبه لي ديما نقول حسب الذوق، واقل من نصف مغرفه كركم. باهي وعندنا البصل هذاك الجذر معناه ملتو. باهي توا باش نقلي نفوح اللحم ونخليه مع شويه مع البصل ومع الفحات. نرجع لكم هنا حطيت شويه زيت، حطيت البصل، حطيت اللحم مفروم، باش نزيدو التوابل. شنو توابل؟ تابل وكرويه كما قلنا والملح هكا هو. ومن بعد باش نزيدو شويه فلفل زينه، مش توا خليه يتخلى شوي، كنهبطو فوق الغاز توا نزيدلو فلفل زينه. هذا يبدا يدبل شوي، البصل واللحم كلشي، رشة فلفل أكحل، نخلطو على رواحنا، عبارة عن خطوة بخطوة. باش نرجع توا بعد ما نوريك لكم البطاطا هذيك مخصوصة دي كوب صغيرونين باش نقليهم. هذه اللي قلنا حاجة نجمو نستغنيو عليها. ثم شكون يعملها بطاطا مقلية، ثم شكون يعملها مصموطة، ثم شكون ما يعملش بطاطا في الفلفل المحشي جملة واحدة. انا يعجبني مثلا بطاطا مقلية، بعد باش نعملها في الاير فراير
مش ما ثماش برشا زيت معناها، ولكن المهم تعطي شويه مطعم نتاع قليل معناها. هي طريقتي نتبل الفلفل. نرجع القلب ننزل بصبعي وساعات كمان هكا يوحل للداخل ونعمل حرب باش نخرجو في الاخر يخرج. كما قلت لكم ننزل على هذا يخرج. هكا ونكمل مع بقية الكعبات ليها وحل غادي لأن يخرج، ونكمل مع بقية الكعبات الكل. هذوما اللي بقاو صغرونين شوية لقيتهم باش نخليهم ونشوف بعتلي كان بقى لي الحشوة تو نكملهم كيما جاو. هذوما الكعبات اللي اخترتهم نغسلهم ومن بعد نجي نوريكم طريقة الحشو. هني شللت الفلفلات حطيتهم يستقطروا في السبالة، وتو باش نعمل فيهم قيبات صغار بالعود هذايا. وظهر لي بالكرتون خير هذايا، ظهر لي باش تجي النقبة نتاعو كبيرة شوية. تو نجرب هذا ومن بعد نشوف قيبات صغار باش الحشو يجي فيه ساعة، خاصة نعرفوا اللي هو فيه عظم باش ميبقاش شكل العظم سايل من داخل مولو شوية. نحاول نعمل فيه ذرة صغار يصير به ونكمل بقية قرون الفلفل كما هكا في راس صغرونين. ساعات لاحظوا انه الفلفل من برا يتحرق لنا، يتقلى من ريحه حتى يحمر ولا يكحال وما عرفش، ومن داخل نشوف الخليط تلقاها مي. لقيت الحل انه نقب شويه الفلفل من غير ما نكسره بطبيعه الحال. ونكمل بقية القرون كما قلت لكم بطريقه هي. هذه اخر قرن، ونمشو توا نعملو طلع على هيك حبات البطاطا اللي في الفريتوز. شوفوهم شنو امورهم ونوصلوه. التليفون الاخر نصور به تاع شارج، تو بدل التليفون. هذوما كبات البطاطا في الفريتوز صاي طابو، نهزهم باش نحطهم على الشيرة. بعد ما طاب اللحم صاي تغلف البصل ورمديقله كيما تشوفوا توا. لحظة واحدة باش ندور الكاميرا.
هذا اللحم كيفاش ولا، باش نصبوه في، باش نحطو في قالة صغرونة مع صحفة صغرونة، نحطو في صحفة صغرونة وبلاصتو باش نقلي شوية، مش باش نقليه هو يعني باش نحط شوية المعدنوس دوب ما تتكسر شوكته شوية، ولا كيفاش يعني باش يبدا لين شوية، دوب شوية باش نحطه على الغاز ومن بعد نحيه، يعني مش باش نخليه برشا. اللحم كم نحطو لهنا كله فرو. هذا اللحم كيفاش ولا، وهذا المعدنوس بعد ما قصيته باش نحطو شويه على الغاز في بلاصه اللحم. ماني مازالت القلايه مخليتها بالفحم تاعها بشويه زيت اللي فاضل فيها بكل شيء، نحطو شويه كهو، ما نحطوش برشا وقت. كيفاش دوب ما ذبلته دوب باش تكسر الشوكه نتاعو شويه ونحطو على الخليط. بطبيعه الحال نحطو على خليط معناها اللحم واللي في البصل مفوح ومعاه البطاطا. به توا الحوصله نبقى كل مره نعطي فكره على السابق اللي عملناه على المراحل السابقه. توا خلطنا اللحم المفروم اللي حطينا مع شويه زيت والفحات والبصل مع بعضهم، بعد ما حطيناهم فوق الغاز وكل شيء تخلوا مع بعضهم شويه، زدنا عليهم البطاطا هذه المقليه اللي هي تنجم تكون كعبه صغيره والا قلنا نص كعبه كبيره، تحب تعملها مقليه ولا تحب تعملها مسموطه ولا ثمش، كل ما يعملها الجبنه في الفلفل المحشي. وعندنا ربطه المعدنوس هذه الصغيره غسيتها شويه وبعد ما غسلتها كل شيء حطيتها شويه على النار باش تكسر شويه شوكه المعدنوس. وتوا باش نزيد الجبن رابي، انا عندي غريير وعندي موتزاريلا، وباش نزيد من هذايا شويه، هذايا ملح شوي، هذا ملح منين يعطي مطعم منين مش برشا. وعندي حبات العظم وما يلزموش يكون جاري، انا باش نجرب كعبتين في الاول ومن بعد نشوف كان نقصني العظم كان جات يابسه شويه توا نزيد كعبه اخرى. الجبن نحطو قد تحب يعني ما نعرفش فين شكا قد اللي تحبوا. هذايا البريال عندي هذايا الموتزاريلا باش نزيدو شويه من هذايا. نحلو نرجع لكم. حاجه الباهيه في هذا فيه من الحل وكيفاش ترجعوا زادا كيفاش ترجع تسكروا مره. انا خاطر فوحت اللحم فوحت الواحد مش باش نحط برشا. زدت شويه فلفل زينه، شويه فلفل زينه باش تعطي اللون الاحمر للخليط. ما نحبوش اصفر برشا يعني يعطي لون، يعجبني اللون الاحمر. بالنسبه للعظم تعود ديما نكسر في سحفه مش ديريكت على الخليط، سبحان الله تجيش كعبه فاسده ولا حاجه، نغسل الخليط الكل تعب الكل ويمشي هكاك. باهي هذه الكعبه الاولانيه ونجرب وبون الكعبه باش نزيد كعبه اخرى تو مش كعبه واحده بتنجم تعمل حاجه ما تخليش الخليط.
هذه الثانية ونجرب الخلط. وعلى فكرة ذقت الخليط بكرة قبل ما نحط العظام، كنت نقص شوية ملح، زدت له شوية جبن هذيك المالح وشوية ملح. أنا شكون نحبو هكا يابس، أنا باش نزيدو عظيمة واحدة أخرى، معناها باش نوليو ثلاثة هذاك هو حدو. هذه الثالثة، نشوفو أمورنا. هكا صافا. نوريكم الخليط كيفاش ولا. هذا الخليط كيفاش ولا هكا باهي ويسهلنا حتى عملية الحشو. خير نبدا جيري. تو باش نبداو في العملية الأصعب اللي هي حشو كعبات الفلفل. هذا الخليط زدت شوية جبن. حضرت الفرينة نفس حاين باش نسكر بها فم كعبة الفلفل، وباش نبدا في حشو قرينة الفلفل. هنا حطيت الزيت على الغاز، دوب مش دوب، يسخن مليح ونحط قرينة الفلفل. يجيو معايا نحشيوهم يدايا نكملوهم ان شاء الله. هاي فضلوا معايا. باش نحشي قرينة الفلفل. نسيت حاجة مهمة، اني باش نحي الخوات. ذي كاسها شوية نحيها ونرجع لكم. نحيت الخواتم، غسلت يديا ورجعت. نحشيو الفلفلات. اذا لقيتوا الفم مسكر شويه تنجموا تزيدوا تنقصوا فيه، تزيدوا تحلوا فيه معناه شويه بالسكينه. انا بصوا قاعده معرفه. حطوا هنا على جنب في الطبق. نكمل كعبة الكل. عندي الفرينة هذيا نحط له فمه في الفرينة باش يسكر كيما هكا. الكعبة الأولانية زيت باش نحط لها فمها في الفرينة. ونكمل بقية الكعبات بالطريقة هذيا. يسخن الزيت نهبطهم. وتوا باش نبدا نحط الواحد بالواحد في القلاية. حطهم واقفين في القلاية بالطريقة هذيا. نسكر فمهم بهيك الفرينة هذيكا، نسكر فمهم بعد تجي نهبطهم. كما تراو نحطوهم في القلاية بالطريقة هذيا واقفين على رؤوسهم باش يسكر هاك الحفرة اللي دخلت منها الحشو. بعدين نبدا نهبط فيهم بشوي بشوي. تو باش نعمل شوية صلصة، شوية مش برشا خاطر عندي أنا شوية صلصة فاضلة. نزيدها شوية سمينة ثوم، كعبة طماطم خصوصات الخروف، وباش نزيد شوية مغرفة مش شوية مغرفة طماطم معجونة مش معبية، راهو غير هكا تظهر هي معبية مش معبية برشا. خليها تتقلى مع بعضها شوية حتى نملقها.
مرقت الصلصه تو بهاك الماء اللي ما تمست فيها هذه الصحفه اللي خلطت فيها، مرقتها بيه وزدت لها شويه هريسه عارب. هذوما الفلفلات حمارو، نقص شويه ونهبطهم، نزيدهم شويه ونهبطهم. هذوما الفلفلات بعد ما تقلاو باش نصب عليهم الصوص وندخلهم للكوشه. وانا صبيت عليهم الصوص واش ندخلهم للكوشه، يبقاو شويه ونخرجهم. بعد باش نزيدلهم شويه، نسيت ما قلتلكمش، باش نزيدلهم شويه رشه جبن مرحي. هذا تو كيفاش قبل ما ندخلو الفور زدت عليه شويه موزاريلا، باش نلفها بشويه، شنو بشويه باش نلفو بورقه من فوق، ورقه الزبده، باش ما يزيدش الشوط من فوق تجي تحرق، وندخلو الكوشه حتى يشرب شويه صوص. حطيته بورق الزبده دخلته للفور. هذايا في الفور باش نزيد نشرب شويه بالصوص، شويه كهو انا سخانه حطيتله على 150 درجه وملوطه كهو حتى من فوق احمر ومريقله، ومن بعد نخرجوه ونشوف كيفاش باش تكون النتيجه. توا باش نزيد معاه شويه فريت، عندي كما قلت لكم صوص واحده اخرى حاضره مفوحه مريقله معناها طايبه جوست باش نسخنها وكهو. بعدين نشوفوا شنو هي كيفاش باش تكون النتيجه معناها في الاخر في الصحن. صاي بعد ما نكمل صاي نولي ما عادش نعرف نتكلم اصلا الله يتعب. هذا الفلفل المحشي نتاعنا احضر، شو هاك الزين وهاك العين اللي فيه، هذيك صوص طماط فوقو، هذيك كعبة الفريد، وان شاء الله تبارك عجبتكم ونالت رضاكم.